السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على وصال وعالي. اول حاجه كنقولوا مبروك على وصال الحمل ديالها، ومبروك على الولد اللي كيف ما كتبات في الصوره اول مره تشوف الولد ديالها. في الحقيقه دابا الناس كاملين متجهين الانظار ديالهم جيت هاد الحمل ديال وصال وعالي، واش غيكون ولد او واش غيكون بنت، حيت حنا عارفين وصال عندها جوج بنيتات الله يخليهم ليها، ولكن التشويق والتأثر والبكاء اللي دايرين على هذا الحمل هذا كله على حساب ولد. حنا كيف ما كنعرفوا عالي راه ولات عنده ثروه تبارك الله من خلال اليوتيوب، زائد الثروه اللي كيملكها على الوالدين ديالو، باغي شي وريث في العائله ديالو لانه عنده غير البنيتات. داكشي علاش شفنا اصلا سبب المشاكل كاملين هو انه ناض بدا كيكتب الوصال باش الا وقعت لي شي حاجه الله يحفظه ويحفظ الجميع، باش ما يجريوش عليه باش ما يجريوش عليها العائله ديالو والخوت وولاد الخوت. وحنا عارفين دابا هاد الشيء اللي كاين بين العائله ديالهم. ناض ولا كيكتب على وصال حيت قال انا عندي غير البنيتات، ولكن دابا مني جا هاد الحمل هذا كنشوفوه متاثر بزاف وفرحان بزاف وكيبكي وكيصوروا في داك الحمل، واخا مازال ما عرفوش. المهم متاثرين وسبقوا الاحداث ولا يقولوا حنا عندنا وليد. يعني الله يكمل عليهم بالخير. وبنادم غالط بزاف، راه كي البنت كيف الولد غير كما تنقولوا الله يهدي النفوس وصافي، راه غير التصرف، راه بحال ورثاتك بنت بحال ورثاتك ولد، غير واحد شويه باقي كاينين واحد الظلم بالنسبه للبنت. الا كانت زعما هي كاينه عند باها كيورثوا العمام ويورثوا الخوال، ولكن هي كتاخذها واحد النصيب قليل، يعني ما كتشدش الثروه ديال والديها. ولكن هذا الشيء غير في بعض البلايص، راه كاين شي وحدين اللي عندهم البنات وتبارك الله ما شاء الله مسيرات حسن من الاولاد، وكاينين الاولاد اللي خاوين وما في يديهمش وغير كيخسروا وكيخليو الوالدين اللي خلاو كيبدروه وكيخسروه. داكشي علاش دابا هما دايرين البال بزاف مع هاد الحمل ومتاثرين بزاف وفرحانين بزاف، وخصوصا كيف ما قلنا عندهم مشاكل في العائله ديالهم. داكشي علاش كنشوفوا عالي بعد ما كان الناس كاملين كيعيروه وكينتقدوه خصوصا العائله، هو عنده واحد الجمهور عريض اللي كيبغيه. ومني جا هاد الفرصه ديال الحمل بعد 11 سنه شفناه فرحان، وما قالها لا في فيديو لا في جوج لا في ثلاثه، راه كيف ما شفنا الفيديوهات اي فيديو كنشوفوه كيبكي بالفرحه، يعني بزاف على فرحه. راه كاع الناس كيحملوا وحماك العيالات كيحملوا كيولدوا بعد بدون ولادو ما كيفرحوش ديك الفرحه اللي داير عالي ووصال على هذا الحمل ديالهم. انا اصلا نهار شفت الفيديو الاول كيقولوا فيها هما الدموع خارجين لهم من عينيهم وكيتعانقوا بديك الفرحه اللي لا توصف. حنا دائما كنقولوا عيننا بارده عليهم، نتمناو لهم الكماله في الحمل ديالها. ولكن داك عالي ماشي فرحان لان وصال حامله طول سنين. عالي فرحان بانه كيطمع وكيقول بانه غيكون عندي وليد اللي غيهز الاسم ديالي من بعدي، وخصوصا هما عندهم ديك المنطقه ديال الجباله. الولد عنده واحد الركيزه زعما تماك، خاصو يبقى في الدار، خاصو يبقى البنت كتزوج كتمشي مع راجلها، الولد كيبقى زعما هو العصمه ديال الدار ديال والديه. هو داكشي علاش متاثر بهذا الحمل هذا وكيقول يا ربي زعما يكون وليد وتكتمل الفرحه ديالو. علاش لا؟ كلشي قريب عند الله، مربى ما يكون داك الحمل ديال وصال وليد وهكذا طمأن قلوبهم وما يبقاش خايف على المستقبل ولا خايف على بناته ولا خايف على مراته بعد عمر طويل. ورا ربي اعمار كما تنقولوا الجميع عند الله، غير الواحد كيقول ما عرفت ربي اش مخبي ليا وصافي. المهم كنقولوا لهم مبروك عليكم هاد الحمل هذا، ونتمناو يكون وليد، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.